السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع وصفات أمينة جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية اللي هي المسمنيات بطريقة رائعة وبطريقة جد سهلة بدون تعب ولا جهد، يعني بلا أن الطريقة اللي كنا نستعملوها من قبل نعجنوها ياسر ونبقى ونعجنو ونعاودو وتعبنا. نجيو لنا للمقادير، نعملو أي كيلة تحبوها، يعني كبيرة ولا صغيرة. درت كيلة فرينة وكيلة دقيق، هنا دقيق ضروري يكون نوعية ملاحة، دقيق الرطب هذاك اللي فيه العالق، والفرينة تاعنا النوعية الممتازة اللي مالفين تستعملوها انتم، اي ماركة مالفين تستعملوها. هنا انا استعملت لابيل، هنا بسست بنص كاس تاع زيت، ونبقى نبسس هذيك العجينة ونخلط الزيت مليح في الفرينة والدقيق. فوالا، ومن بعد نجيبو هنا الخميرة، نديرو مغرف كبيرة وربع. هنا ضروري تكون نوعية الخميرة تكون من النوعية هذه اللي تطلع مليح ويعني ما تطولش وتغبنكم. هنا عملت مغرف وربع كما قلت لكم. والخميره نعطيكم فكره، الخميره لازم ما تفرغوهاش في الباطه ولا في البلاره تاعكم، ما تفرغوهاش، خليوها في الساشي تاعها، حطوها غير في البواط تاعها وخليوها، لانه الفرينه الخميره عفوا اذا قاسها الهواء راح تفزد وما توليش طلع مليح كيما وهي مقفوله. فوالا، حطيت الخميره مغرف وربع، نعاود لكم حطيت السكر مغرف كبيره، وحطيت الملح عينيكم ميزانكم كيما ما فين تحطوا يعني في الكسره، وحطيت هنا بيضاء، ونبقى ودفيت شويه ماء وزهر، ونحل هذيك العظام نحلها بيديا باه تتحل ما تكركبليش العجينه، وتذوب الفرينه، تذوب الخميره عفوا، ونخلطو مع الفرينه والدقيق. فوالا، ندوبوها مليح ونبداو نخلطوها مع الفرينه والدقيق. هنا يعني ما ديروهاش يابسه، لازم تكون طريه، تبقاو غير تزيدوا الماء بالعقل حتى ما تجيكمش يعني طريه ياسر وما تجيش يابسه، تجي ملاحه برك. هاني نلم في العجينه هنا كيما راكم تشوفوا. هنا البنات هذه الوصفه ماما كانت تعملها غير بالدقيق الرطب وتاع